السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. جيتكم فيديو جديد ان شاء الله على القناة. هذا النوع ديال الفيديو كنلقى بزاف البنات كيعجبهم، وفكرت انني ندير لكم وصفة من الوصفات الاكثر من رائعة. غادي نجربوها يبان لكم الفرق من اول استعمال، واذا استعملتيها وبان لك الفرق ضروري تردي عليا تقولي لي كيفاش جاتك. المهم غندير معكم واحد الروتين اللي غادي المهم غادي ينفعك البشره ديالك. الاهم في الاهم غادا نعطيك في هذا الفيديو. المهم اول حاجه كما كنقولوا ان الوجه راه هو مرآة للذات ديال الانسان، يعني ان الانسان الصحه راها لها علاقه بالبشره، لان مني الطبيب غير كيشوف وجهك كيعرف اش من نقص ديال الفيتامين عندك. يعني وجهك ان عنده هذوك الفيتامينات الكافيه ولا ناقصك شي فيتامين من البشره ديالك، سبحان الله العظيم. ولهذا كيخاصنا نشربوا الماء بكثره. الناس فكرت قلت لكم نشربوا الماء، فكرت واحد الفيديو ديال واحد السيد ربما انكم شفتوه في التيك توك، انه كيوجه الخطاب للدكاتره كيقول لهم انا ما محتاجش 3 اطر ديال الماء، انا محتاج 300 درهم في النهار، ماشي 3 اطر الماء كتحتاج الزيتونه. بالعكس فالذات ديالنا كل ما عطيناها الماء كل ما كتصفى لينا وكتبان لكم حتى على البشره ديالكم، بغض النظر على الصحه ديالنا، لان محتاجين الماء. كنسقيو العروق ديالنا، الاعضاء ديالنا. يعني وخلقنا من الماء كل شيء حي، الله سبحانه وتعالى انه ذكرها. يعني قد ما شربتوا الماء قد ما هو مفيد للبشره ديالكم، للشعر ديالكم، للذات ديالكم، للصحه ديالكم. الماء ثم الماء ثم الماء، هذه اول نصيحه اللي كتفكر في البشره ديالها وفي الجمال ديال البشره ديالها وفي شعرها، في الماء ثم الماء. والاغذيه الصحيه بطبيعه الحال تفاداو القلي البنات، تفاداو اي حاجه فيها القلي. المهم ندوزوا للوصفه. الوصفه عندنا بذور الشيا، وما ادراك ما بذور الشيا، اللي هي واحد الفوائد عديده، غنيه بزاف الفوائد، بزاف الفيتامينات. فإلا دخلتوا عند الدكتور كريم علي ولا بزاف الدكاتره المختصين في التغذيه فغادي تسمعوا عليها. غير نتوما دخلوا للميسيو جوجل وديروا بذور الشيا هتطلع لكم الفوائد ديالها، فوائد عديده لا تحصى. المهم هانتوما هتشوفوا معايا راه ليها فوائد حتى على البشره. هناخذوا واحد 2 معالق ديال بذور الشيا. انا راني صيبتها وقلت هنتقاسمها معاكم، حتى خلطت انا نوريها لكم في القرعه ولا البواطه اللي خلطت فيها. المهم 2 معالق ديال بذور الشيا. هنا المعلقه انا عندي فيها الماء، لصقت ليا فيها البذور الشيا حيدتها. هناخذ 2 المعالق هنايا ديال بذور الشيا، وغادي تجربوها وغادي نشوفوا الفرق بيديكم. هاني قلت لكم انا صيبتها وحتى صيبتها عاد باش قلت غدا الوصفه كتستحق التجربه، غدا نتقاسمها معكم. المهم 2 معالق وغادي نضيفوا ليها الماء، ما تكثروش الماء بزاف البنات. المهم واحد 4 كاس حتى المهم تبان لكم انها فزقات. وغادي نضيفوا الفيتامين الفيتامين البنات راكم عارفين فوائد الغزاله ديالته ديال شد البشره، انه مضاد للتجاعيد، انه كيعطي واحد النضاره للبشره ديالتنا. كديروا واحد القطرات من الفيتامين اذا كان عندكم هذاك الفيتامين اللي كبسولات، هذاك هو اللي غزال صراحه. انا عندي هاد ديال القطرات ماشي مشكل، اللي كاين يقضي. المهم كنديروا واحد القطرات ديال الفيتامين باش كيولي هاد الماسك يعني اكثر فعاليه. مني كتصيبوها البنات كتوليو تخليوه حتى للغد عاد كتستعملوه، يعني كتصيبوه اليوم في الليل ولا مع ديك المغرب ولا مع 6 العشيه، مني كديروا الكوتي ولا كطيبي عشاك ولا هذا كتصيبيه الغد. البنات كتلقاوه في هاد ليطا ديالو كتلقاوه بحال الجيل ما كتصفيه وما
حتى شي حاجه، ما كتصفيوش بالكل، يعني كتخليوه هكاك كتستعملوه بحال هكاك. انا غادي نوريكم الطريقه اللي كتستعملوا بها هذا الماسك ديال بذور الشيا. اول حاجه واللي هي اهم حاجه قبل ما نديرو الماسك على الوجه ديالنا فخاص ضروري يكون مغسول، تكون البشره نقيه ونظيفه، يعني ما تكونش البشره ما مغسولاش. وباش تغسلوا بشرتكم بجيل نيتوايون، يعني بواحد الكريم هذا اللي كتغسلوا به. تفاداو البنات الصابون مهما يكون النوع ديال الصابون، ديال الحليب الحماره اعزكم الله ولا المعزه ولا هذا ما تستعملوش لوجهكم، لان الدكاتره ديال الجلد وكينصحوا بهاد يعني الكريم يعوذ بالله بالشيطان الرجيم، بهاد الجيل نيتوايون كيقولوا لكم من الاحسن، لانه فيه شي فوائد اللي كيخلي البشره انها رطبه ما كينشفهاش بحال الصابون. المهم نقيتوا وجهكم مزيان مزيان، نشفتوه. وهذه الخطوه الثانيه، ما تبقاوش تستعملوا الفوطه، خذوا هذوك المشاور، يعني راه عباكيه هتدي لكم الشهر ب10 دراهم. المهم هذيك هي اللي تستعملوها باش تمسحوا الوجه ديالكم. من بعد كتديروا واحد الطبقه على البشره ديالكم، كديروا طبقه ديال هاد سميتو ديال هاد الماسك اللي درت معاكم بذور الشيا، وكتخليوه حتى كيبس على وجهكم حتى كينشف. فكتخليوه حتى كينشف على الوجه ديالكم. الماكسيموم 20 دقيقه كافيه لاي ماسك كما سبق وانني قلتها لكم. صافي وكتغسلوا الوجه ديالكم، راه كتلقاوها انها نشفات، لان البشره ديالكم كتشد. انا كي قلت لكم راه جيل، كيولي جيل عباره على جيل، كيولي ان البشره ديالكم مشدوده، كيعطي واحد النضاره خطيره كتبان لكم من اول استعمال. وكنعاود ناكدها لكم من اول استعمال كتبان. انا راه الحاجه الا ما جربتهاش وكانت تستحق انني نشاركها معكم فما كنصورهاش، ما كنشاركهاش معكم، لان اش كيهمني كتهمني الافاده. كان شي حاجه مفيده كنتقاسمها معكم، ما كانش مفيده بطبيعه الحال ما غنتقاسمها معكم ما حتى شي حاجه. صافي مني كتغسلوا البنات الوجه كدوزوا الاهم خطوه وهي الترطيب. ثم الترطيب ضروري ترطبوا البشره ديالكم، ما كيهمش النوع ديال الكريم اللي كترطبوا به البشره ديالكم، اي كريم المهم يكون النوع ديال البشره ديالكم. فكنعرفوا ان البشره مختلفه من بنت لبنت، كاينه بشره ناشفه جافه، كاينه بشره مختلطه اللي هي بشره ديالتي انا مختلطه، كاينه البشره الحساسه، وهذيك الحساسه هي اصعب نوع، لان ماشي اي حاجه كتقدر انها ديرها البشره ديالها. المهم انكم ضروري ترطبوا البشره ديالتكم باي حاجه. هاد النوع هذا راه رخيص وزوين، اولا النوع ديال نيفيا حتى هي راها في متناول الجميع وزوينه، وضروري انكم ترطبوا باش ما كتكمش ليكم وما كتقشر تديرش لكم البشره ديالكم. ما كانش هادو ما كنتوش تخرجوا ديروا في حالي. لما كنتش نخرج برا للشمس كنستعمل هذا زيت ارغان غزال البشره، وحنا هو بلاد ديال زيت ارغان. هذه راه عندي من الصيف راه ما بقاش فيها، غير هننصحكم البنات الا بغيتوا تاخذوا زيت ارغان هذا ديال التجميل خذوه من الجمعيات، كيكون زوين وكيكون بالفعل انكم كتشموا فيه الريحه وانتم كديروه. حيت فايته انا واخدها من الفورماسيون صراحه، ولكن ماشي كما هذا ديال الجمعيات غزال بزاف. الا كنتم ما غاديش تخرجوا انا كنأكد عليكم استعملوا الزيت ديال الارغان والا زيت اللوز والا اي زيت عندكم نتوما وكيجيكم مع الوجه ديالكم. بالحق ما هتخرجوش، كنتوا هتخرجوا فكديروا الكريم هيدراتونت وكديروا الواقي الشمسي اللي ضروري ثم ضروري. ولو ان الدكاتره كينصحوا باش ما ديروش الواقي الشمسي، ولكن راه ضروري، لان الا كان الواحد يخرج ويتعرض للشمس راه ضروري كتخلي واحد الطبيع في الوجه، واحد التصبغات يعني كتخرج على البشره. ضروري اننا نديروا الواقي الشمسي ديالنا. اما اذا كنا نخرجوا على واحد الخرجه اللي خفيفه الحانوت ولا هذا راه ماشي مشكله، تقدروا انكم تستغناو عليه، لان مؤخرا كاع الدكاتره ديال التغذيه وديال هذيك يقول لك هذا الكوسماتيك بزاف على البشره راه خطير بالنسبه
النساء، لانه هذا الشيء ديال الكوسماتيك بزاف قال لك، او منهم الدكتور الفايد مؤخرا سمعته ان قال لك هذا الشيء ديال الكوسماتيك انه كيتسبب في امراض عديده ديال انواع السرطانات. عافانا الله منه ومنكم، والله يشفي كل واحد مريض بهذا المرض. المهم الواحد يحاول ينقص وصافي، هذا الشيء اللي كاين. كنا هنتعرضوا للشمس، راه ما كاين ما نقدوش ما نديروهش، غير الواحد يكثرش في الحاجه، يعني ماشي يبقى يستعمل من هذه المسائل بزاف. ضروري نرجعوا لهذه المسائل الطبيعيه، ما كاين ما احسن منها. هذه الماسكات الطبيعيه زوينه وامنه على البشره بزاف. ونتمنى هذا الفيديو انه يعجبكم بزاف. وهنا هنجاوب واحد الاخت كتبت لي في الكومونتير انني نتقاسم معها التقديه ديال الشهر، فكنواعدك هذا الشهر الا مشيت لاتقداه، لانني شهور ما مشيتش ليه، الا مشيت ليه فغدا نصور، لان كتعجبني التقديه منه، كيكونوا اثمنه زوينه. ولو ان دابا كاين واحد الموجه ديال الغلاء اللي كثيره وهلكات الدرويش، الله يدير تاويل ديال الخير لكل واحد يا ربي، وخليتكم في امان الله وحفظه. الى اللقاء، مع السلامه.